في كثير ناس عاشت وماتت وهي غايصة بالندم. لذلك بهذا الفيديو راح أحاول أقدم لك الحل الشافي للندم حتى تتخلص من هذا الموضوع للأبد، فكمل الفيديو للآخر. موضوع الندم بشوف ناس كثير عايشة فيه وبلشنا نتعامل معاه كأنه موضوع طبيعي، فبتلاقي حتى لغة الناس بتحكي أنا ندمان إنه هذا الإشي صار معاي، أنا ندمان إنه هذا الإشي صار معاي، وبلشنا نشوفه كأنه شيء طبيعي عشان غالب الناس بتستخدم هاي الكلمة. ولكن أنا هون عشان أقول لك الندم مش شيء طبيعي أنت تختبره، هو معضلة عليك حلها، هي مشكلة مفروض تحلها حتى تبطل تحس الندم بتاتا بتاتا بتاتا. لأنه بالنسبة إلي الندم هي من أكثر المشاعر غير الفعالة في النفس الإنسانية. يعني إذا في إشي مش مفيد مش productive ما بيخدم حياتك هو الندم. لأنه أنت بتندم بالنهاية على إيش؟ أنت بتندم على شيء حاسس أنك ما عندك القدرة على تغييره. رح أعيدها مرة تانية، أنت بتندم على شيء حاسس أنك ما عندك القدرة على تغييره. فالندم هو وليد الاستضعاف. لذلك الشيء اللي أنت بتحس ندم باتجاهه بتكون ضمنيا حاسس أنه ما عندك أي قوة على تغييره. ولما تضلك تغذي الندم على موضوع معين أنت بنفس الوقت عم بتغذي الضعف الإنساني اللي جواتك، اللي مفروض تبلش تفهمه وتتعلمه كيف بدي أتعامل مع الندم وكيف أخلص منه. وأول طريقة للحل إنك تكون ميقن 100% إنه ما في شيء في عالم الخلق في العالم المادي غير قابل للتغيير. قانون التغيير مطبق على أي شيء خلق في العالم المادي. لذلك أي حدث مر بحياتك هو قابل للتغيير حتى لو كان هذا الحدث من الماضي. لأنه الطريقة الندم بستر حاله فيها ويبلش يقنعك إنه هو شيء فعال، إنه بروح على الماضي وبقول لك اندم على هاي الأحداث، بيخليك تقتنع إنه الماضي شيء ما بتطبق عليه التغيير. وهاي خدعة جدا جدا قوية بيلعبها عليك الندم. ركز معاي باللي بدي أحكي لك إياه. كل الماضي هو قابل للتغيير في الآن، لأنه أنت ما بتشوف الماضي كأنه شيء صار، أنت بتشوفه على حسب مستوى وعيك الحالي. لذلك في أحداث مرت معك قبل بسنة كنت تختبرها بطريقة والآن بتختبرها بطريقة تانية، لأنه وعيك باتجاه الحدث تغير. فالماضي هو شيء بتشكل وبتغير على حسب وعيك في اللحظة، هو مش إشي صار وإنت ما إلك دخل فيه. فالناس عادة بتلبس الندم على الماضي كأنه هي ما إلها علاقة فيه. واحدة من الأمثلة اللي كتير شائعة للندم إنه أنت صار معاك شغلة معينة ما زبطت في حياتك فأنت ندمان عليها. مثلا تخيل أنت دخلت علاقة وهاي العلاقة بالمفهوم العامي كانت علاقة فاشلة وأنت ندمان إنك دخلتها. أو أنت كنت في بيزنس في عمل معين وثقت في شخص معين وثقت فيه انه يتحمل مسؤوليات معينة، وبعدين طلع هذا الشخص مش اهل لهاي المسؤولية، او حتى هذا الشخص سرقك، فانت ندمان انك عينت هذا الشخص او مريت بهاي الاكسبيرينس. اللي انت بتحكيه بهاي اللحظة انه هذا الحدث اللي صار انا غير قادر على التعلم منه، استنباط دروس منه وانتقل للمرحلة اللي بعديها في اللعبة الروحية بالحياة. لأنه المفروض كل حدث بصير في حياتك فيه درس يحاول يوازن طاقتك الداخلية وينقلك للمرحلة اللي بعديها. فاللحظة اللي انت بتبلش تحط الندم على هاي الأحداث انت كأنك بتاخذ المفتاح اللي بيفتح لك الباب للمرحلة اللي بعديها وبترميه بالبحر وبتحكي أنا ما إليش قوة في هذا المكان، أنا شخص ضعيف ما عنده القدرة على تعلم الدروس. لذلك ضروري جدا 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 لما تصير معك أحداث زي هيك تبلش تشوفها كفرصة للتطور. حتى لو هذا الحدث صار قبل 20 سنة وانت لسه ما تعلمت منه الآن، عندك فرصة بهاي اللحظة ترجع تتعلم. طبعا هيك أحداث التعلم مش بس ذهني فيها،
انت بدك تمر بعملية تشافي، انت بدك تمر بعملية تصالح مع اللي صار، انت بدك تمر في عملية تقبل للي صار، وشوي شوي توازن وتتطور. فمثلا انت كنت في عمل معين وثقت بشخص واعطيته اموال وبعدين هاي الاموال سرقها، الدرس تاعك انك ترجع تضبط طاقة الثقة عندك إياها. يمكن مش مفروض تثق بشخص هيك على العشوائي من أول مرة، مفروض تعمل له تيست، مفروض تعمل له اختبارات، مفروض تشوف شوي 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 إذا هو أهل لهاي الثقة، وكل مرة بتزيد له الموضوع. وبنفس الوقت بكون علمك إنه حتى لو صارت خسارة كيف أنت تتعلم داخليا، تكون عندك حكمة وفي انتقائك للأشخاص اللي حواليك، حكمة في المشاريع اللي بتعطيهم إياها، حكمة إنك تضلك برضه عندك قدرة تشوف هدول الأشخاص وين عم بنزاحوا عن المكان النقي في داخلهم. لذلك كل الأحداث اللي بتصير بنقدر نتعلم منها، وهاي واحدة من الأماكن الناس اللي كتير بتندم فيها. شغلة تانية شائعة جدا الناس بتمر فيها بموضوع الندم، إنها بتندم إنها ما تعلمت عادة مهارات معينة في حياتها. فبتيجي بتحكي ياه أنا مرت 40 سنة وكان نفسي أكون فنان، بس أنا ما تعلمت الفن، وأنا خلص هلا صار كبير أو صار عمري كبير فما بقدر أعمل إشي. أو ياه كان مفروض يكون علاقتي مع أولادي أحسن ومر وقت كبير وهلا ما بقدر أزبطها. أو هذا الموضوع أنا مر وقت كتير وما عملته. هنا برضو خدعة تانية بلعبها عليك الندم، لأنه برجع وبحكي لك أنت ما عندك القدرة على تغيير الموقف في الوقت الحالي. ومش بس هيك، هذا الاشي بدل ما تكشف المكان اللي جواتك اللي ما بذل السعي والشجاعة انه يعمل اكشن مختلف بهاي اللحظة، بتروح بتغطي هذا الجزء بدل ما تواجهه، بتحكي انا ندمان، كأنه انت ما لك قوة على هذا الحدث. الشيء الحقيقي انه لو ضايل يوم في عمرك انت بتقدر تعمل الاشياء غير، انت بتقدر تتعلم اشي غير، انت بتقدر تبلش اشي غير. ولكن ممكن تحكي بس ايهاب اذا ضايل يوم بعمري شو الهدف اني انا تروح اتعلم مهارة جديدة؟ شو الهدف اني امشي ورا الاشي اللي بحبه؟ شو الهدف امشي ورا الاشي اللي انا شغوف فيه؟ خليني احكي لك الهدف. مش الفكرة انه ضايل يوم فانت بدك تحترف هاي المهارة، الفكرة انك انت خلقت توجه طاقي ونفسي مختلف لحياتك حتى لو كان بذرة. يعني تخيل انت طول عمرك نفسك تكون فنان، ولكن هذا الاشي مأجله وضل يوم من عمرك. اللحظة اللي بتحكي أنا بدي أمشي باتجاه المكان اللي بحبه وأرسم أول لوحة في حياتي أو هبلش حتى أخربش على ورقة، اللي أنت بتخلقه داخل نفسك هو وعي لأهمية السعي ورا الشيء اللي قلبك بحبه. هاي البذرة بعد الموت رح تكمل معاك، رح تأخذك لمرحلة روحية مختلفة. حتى في أي تجليات تانية على أي كوكب تاني، هاي البذرة من الوعي رح تكمل معاك. فمش الموضوع أنه ضايل يوم ولا يومين ولا 3 ولا شهر ولا سنة ولا سنتين. الموضوع هل أنت عم بتغير توجهك الطاقي الآن اللي رح يستمر معاك حتى بعد الممات. شغلة كمان الناس بكون عندها ندم شنيع باتجاهها، ندم قوي باتجاهها، هو لما يكون في حالة وفاة للناس القراب منهم. فبتلاقي شخص بيحكي أنا ندمت إني ما قضيت ال3 أيام الأخيرة مع الشخص اللي بحبه، أنا ندمت إني أنا ما سامحت، أنا ندمت إنه هذا الشخص مات وهو غضبان علي وبيبين من عيون الندم إنه ما فيش إشي أعمله، كأنه هذا الموقف صار وانتهى، صارت في وفاة، فأنا ما في إشي أعمله، فبدي أضلني ندمان ندمان ندمان. واللي بيصير الندم ببلش يأخذك زي كأنه على ثقب أسود، فهو ما في مخرج منه، هو ما في نهاية منه، هو دائرة طاقية مغلقة ما فيش إلها باب تخلص منه لحد ما تبلش تفهم إنه الندم بحد ذاته غير فعال. طيب كنت تسألني إيهاب بحالة الوفاة أنا شو ممكن أساوي؟ حتى هنا بدك تكون عارف إنه في شيء تغيره، لأنك بتقدر تبلش عملية تسامح مع الشخص اللي توفى. هو اوريدي جسمه راح، ولكن وعيه وروحه قائمة وانت قادر على الاتصال معاها. فأي شيء بتغيره من مكانك المادي رح يخلق تغيير في عالم الوعي، في عالم الطاقة. أو ممكن تحكي أنا آخر 3 أيام ما قضيتها مع هذا الشخص. حلو، ممكن تبلش تحكي لهذا الشخص مشاعرك، إنك أنت كنت تتمنى تكون بهذا الموقف، كنت تتمنى تكون حواليه، ولكن هذا الاشي اللي صار، وتبلش تحكي له الكلام اللي انت كنت نفسك تحكي له اياه اخر 3 أيام، حتى لو كان ماديا او فيزيائيا مش حواليك. هلا
ركز معاي في هاي المواضيع، في حكمة أكبر كمان ليش أنت كنت في هاي اللحظة أو ما كنت في هاي اللحظة. لأنه بالصورة الكبيرة أي حدث صار هو مفروض يصير، هو مفروض اللي يكون كائن، فأنت تندم عليه زي كأنك أنت بترفض وجود هذا الواقع بدل ما تتعامل معه وتتعلم منه. ما حكيت ما راح يكون في مقاومة، ما حكيت العملية راح تكون سهلة، لا، ممكن يكون بدها بحث أكتر، ممكن تتعين كوتش أو تعين شخص هيلر عنده القدرة على التواصل مع العوالم الثانية حتى يساعدك في هاي العملية، ممكن تخوض في تجارب روحية معينة حتى تساعدك انك تتواصل ناس مش موجودين هلا بالعالم المادي. فعشان تقدر تخترق الاشي اللي انت ندمان عليه اكيد بيحتاج عمل داخلي حتى تبلش عملية التغيير. ولكن كل هدفي بهذا الفيديو اوصل لك انه اي شيء انت ندمان عليه لانك انت مسلم له الراية انك انت ما عندك قوة على تغييره، وهذا الشيء غير حقيقي. كل إشي في العالم أنت قادر على تغييره، حتى لو ببين من منظور المكان والزمان أنه هو انتهى. هو قد يكون انتهى في المكان والزمان، لكن في داخل وعيك هو شغال، وانت عندك قدرة على قلبه وعندك قدرة على اختراقه لأنك قادر على اختراق المكان والزمان. فبكلام عربي بسيط، أي شيء بيصير أنت قادر على تغييره، والندم ما رح يفيدك. فما تضلك غايص في هذا المكان، حتى انتبه على لغتك لما تبلش تحكي أنا ندمان من شغلة أو ندمان من هذا الموضوع، وبلش شوف كيف ممكن تتعلم منها. لأنه الحياة مدرسة روحية إن ننتقل فيها من مرحلة لمرحلة 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 بالتطور.